الفيديو ده لما تكون راجل مهندس وحياتك كلها ماشية بالمقاسات، ده اللي بيحصل في حياتك بالظبط. حتى البطاطساية، لو أول مرة تشوف فرس النهر وهو بياكل اتفرج يا معلم. حطوله بطيخة كاملة، بص مش هتاخد ثانية في بقه. ده أقل حاجة، ده ممكن يحطوله حاجة صاحية وياكلها عادي جدا. ما عندوش أي مشكلة الراجل، يعني بص ما فيش أي حاجة بتأثر معاه في الحياة كلها. زي الفل يا معلم، زي الفل. دي بقى اجمل بيتزا هتشوفها لانها معموله بحرفيه جامده جدا. بص السوسيس عامل ازاي، والجبنه وحجم البتاع والتقطيع روعه. ده مش هتلاقيه غير في مصر. بص عربيه الزباله بتمشي في الشارع، الراجل ما بينزلش ياخد حاجه. بص زي ما انت شايف كده، الناس من البلكونات بتحدف يا معلم عليه، وكده خلاص الموضوع انتهى وبسيط جدا. هقول لك بقى على احلى طريقه لطاجن مكرونه في الفرن. بص زي ما انت شايف كده المكرونه، تبدأ بقى تحط المقادير بتاعتك واحدة واحدة على مهلك. هتجيب الطاجن كده وتحط بقى عليه الخضار، البصل، الفلفل، الخضار اللي انت محتاجه. وبعدين بقى بتحط مرقة دجاج. بعد كده خلي بالك احنا بنسميها تقدر تقول كده المبكبكة. في ناس بتعملها باللحمة وفي ناس بتعملها من غير لحمة، لكن الطريقة بتاعتها دي جديدة شوية، اللي هي تحط المكرونة نية في الطاجن وهي تستوي في الفرن. قبل كده كنا بنقلب المكرونة في الزيت شوية، لكن الطريقة دي جميلة جدا. اتفرج عليها للاخر، وبعد كده هتلاقي الطاجن بيتغطى في الاخر بالسلوفان وبيدخل الفرن. هتسيبه بالظبط تلت ساعة في الفرن، وكده موضوعك انتهى يا معلم. وبالهنا والشفا، وحاجة يعني جميلة جدا، خفيفة، صحية، طعمها جميل جدا. هتخليك بجد تعملها على طول. وكل سنة وانتم طيبين. تنسوش بس اللي يعملها يكتب لي في تعليقات عمل ايه. الاكله اللي قدامك دي عراقيه، هي دي شاورما بس بالطريقه العراقيه. لكن انا بقى لحد دلوقتي مش قادر اعرف السندوتش ده اسمه ايه، او بيتحط فيه كميه اللحمه دي كلها ازاي. والخبز حتى بتاعه خبز غريب شويه، لكن هو معروف جدا في العراق او في دول الشام تحديدا. لكن في العراق بالظبط السندوتش دوت. لكن اللي يعرف يكتب لي اسمه في التعليقات، ده سندوتش ايه او دي وجبه ايه. بص كده العربية دي فيها ايه. بص اتفضل يا معلم. اتفضل. حد عارف ايه اللي في العربية دي؟ شوف كده واكد كده. ركز معايا كده في الكبريت ده. الكبريت ده ما بينطفيش ابدا. بص الراجل حاطه في الرمل وشغال مفيش اي مشاكل. في المية شغال مفيش اي مشاكل. ودي شركة عملت فعلا اقوى كبريت ممكن تشوفه في حياتك كلها. صاحبنا ده مسك فار في البيت وقال لك بقى اعمل فيه ايه اعمل فيه إيه؟ قال لك ارميه في الحوض. بص كده اول ما نزل، بص اول ما نزل السمكه كلته على طول. مفيش تفاهم يا معلم ومفيش اي حاجه. بص في ثانيه الموضوع ما خدش في ايديها ثانيه بالظبط. ده تنظيف الجمبري او الروبيان زي ما بيقولوا. بص مفيش مشاكل. بص بقى الحته السوداء اللي في النص، حد عارف دي بتتشال ليه من الجمبري؟ واخد بالك انت من اللي بيحصل؟ الراجل ده بقى بدل ما يجيب عمال تطلع له الخشب فوق، قال لك يا معلم انا عندي حمارين اشغلهم بقى في الخشب، بدل ما هم قاعدين بياكلوا وخلاص اشغلهم في الخشب. بص ما في، لو الحمير مستجيبه معاه يعني ما بتقولوش لا مثلا. ومطلعهم يا معلم في السطح بيطلعوا خشب. انا عايز اقول لك ان انت يا معلم شايل قلبك ده وحاطط مكانه ب7 جنيه حجاره. مفيش اكتر من كده يتقال يعني. تعالى اوريك بقى اكبر العزايم اللي موجودة في منطقة الخليج. في منطقة الخليج دايما بيحبوا العزايم كده. زي ما انت شايف بقى. بص طبق رز كبير قوي بيتحط عليه الخروف من فوق. الخروف بيكون مدفون تحت الارض ومتسوي على نار هادية كده، ممكن يسيبوه يوم كامل على في النار، وبيطلع بقى زي ما انت شايف كده حاجة يعني جميلة جدا. بالهنا والشفا يا رجالة يعني. وخدونا معاكم يعني في الحاجات دي يعني. اللي قدامك ده حبار، حبار البحر. لكن انا اول مره اشوف لونه بيتغير كده. بص الراجل قاعد يعمله زي بشكه كده او دبوس، لونه اتغير للابيض تماما. حد عارف ايه اللي بيعمله الراجل ده بالظبط؟ دي بقى اكبر مزرعه فراخ في ايطاليا. زي ما انت شايف كده الراجل بيحط لهم الاكل. شايف كميه الدجاج عامله ازاي، وشايف اساسا الاكل اللي بيحط لهم قد ايه. بيحط لهم اعلاف طبعا، لكن عايز اقول لك العدد كبير جدا يعني. حد جرب قبل كده ان انت تاكل لحمه بعسل نحل جبلي؟ حد جرب كده؟ اللي جرب يقول لي الطعم عامل ايه، حلو ولا لا؟ ده بقى اكبر سيخ شاورما ممكن تشوفه في حياتك. المنظر اللي قدامك ده موجود في مائدة رحمن، اتعملت في العراق تالت يوم رمضان. عملوا سيخ شاورما رهيب زي ما انت شايف كده. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.
دي بقى أكلة الحلويات اللي بتاخد قلب بجد. الكنافة بالفستق، بص كده زي ما انا عايزك تتفرج على التفاصيل براحتك، يعني انا مش هضايقك خالص ولا اصدعك يعني. بص بالراحة كده، واحدة واحدة، كل الخطوات قدامك اهي، والقشطة والحلويات، وبص في الآخر حاجة يعني جميلة جدا يعني.